عاشر معايا كيجي حدايا كنقول له بعد عليا صاحبي راه يشوفونا بجوج يقتلونا. اسير ماشي معايا واحد ولد الحرام الشينوا ولا اني كيضربوا على بلادهم في واحد قدم في وسط القلتة الماء. غادي انا وهذاك في الجنب ديالي ضربونا برفال، بعد زقلونا طار علينا غير الغيس، البلاد ديالهم مغيسة. قلت ولا شحال يكون من هنا لهذاك ولد الحرام اللي ضربنا، وغير ضربنا وطلع الفوق كيشوفوا في البلاصة فاش طاح باش يجيو يديو السلاح. دار هكا قلت في بالي شحال يكون من هنا لهذاك اللي ضربنا بالياس، تكون 400 متر. درت الاخر الكلاطة على 400 متر، حيت منها واحد القرطاسة باش كان الكورن هذا كنديروها في الفم ديالها على خاطر الا بقات داك القرطاسة صحيحة تلتقى عليك تما داك دايرين القرطاس ديالها خاص. قلت ايوا دابا هذاك ولد الحرام والله داير هكا، شديت له هنايا طاق صافي. من تما كندوزو الرفاتيلي مال البوسط، ما عمرو ضربنا شي واحد تما بقى باباه. باش تحاربوا الموت وصافي الموت. علاش اختاريتي سي احمد انك تمشي تحارب؟ علاش تحارب؟ الخبز ما كانش النعاش فرينا كانت الوقت صعيبه، كان هذاك والو. داكشي اللي خلاك تقرر انك تمشي للحرب. مشينا على اجي باش نحاربوا هذاك باش ناكلوا الخبز. ومن وصلتوا لتما شنو الاحساس ديالك والشعور ديالك من وصلتي لارض الواقع؟ مشينا باش نحاربوا باش ناكلوا الخبز باش ناكلوا الخبز. هي ولكن من وصلتي لتما من وصلتوا لفيتنام وصلت تماك بغينا نخدموا. بغينا نخدموا ديال التلفزيون ديال هذاك الضوء كلشي ديال التلفزيون، الضوء ديال التلفزيون. دابا انت كنتي مكلف بكل ما هو الضوء والصيانه وداك الشيء. ديك السي ما كانش هذاك. كنا نحطوا طرانشيات الارض باش يبقاو يصبروا في التليفونات باش ما يقطعوش الشيوان. عاود بقينا نقوموا هذيك في البطوات اللي هي التليفون ديال التليفون. ما كانش كيف اوتوماتيك على هذيك، ما كانش بحال دابا الوقت، كان ديك الساعه بلي كابل بالخيوط. نخدموا السماء في البطوات وفي الارض. كنا نحطوا الطرانشيات باش يلقاو ديك يصمبلوا باش ما يعرفوش الشيء باش يقطعوا خيط التليفون ولا شي حاجه. الحراق ديال 6 شهور ديال اسمو ديال السيرفيس. هذيك الساعه باقي جديد، مازال جديد، مازال صغير. قال لك انت مازال صغير وهذه بداو دوزنا التير اللي فيه الخير، راه انا الاول فيه بريميل فيه. قال لك صافي غادي تمشيو. عطاوني 10 ايام، قال لك سير تصافطوا مع والديكم. ومشيت لتما اسمه للدار عند الوالد. يا ودي اش كاين فيه؟ قال لك فين غادي؟ قلت له انا غادي غير مره اسمه الدار البيضاء ولا سيبطونا. قال لك تمشيو غادي تمشيو للشينوا. جمعونا في اسمه في الزان. قاعد شحال اللي طلب فولونتير جمعوا في الزان حتى جمعنا البطيء. بقينا فيه واحد 15 يوم. ومن تما مشى اسمه جاو الكيران وداك الشيء كاع هزونا داونا اسمه لفرنسا. لحقنا اسمه الاخر اش كيقولوا ماشي مشكل، دابا تفكرها من بعد. ملي درتو الديبار وملي مشيتو كيفاش كان الشعور ديالك انت؟ كيفاش كنتي كتحس؟ كنحس مشيت مع العسكر وصافي مشينا. هذيك ما كانش فيك الخوف؟ ما كنتيش مخلوع يعني غادي تحارب؟ جور صحابي كلشي مشاو
صحابه قلت لي لقيت انا غير في الدار بحدي، ما بغاش يخلوني لوالدي، مهم. وليت انا لا غادي نمشي نقلب فين نمشي. وانا ذيك الساعه عندي 22 عام. اييه. اي مدينه تقولوا سروا ليها، شي ليها جوج ولا ثلاثه ولا واحد، ولا كل واحد تنفرقوا، تدخل كم في عددك الناس هذيك. الناس ما كاينش نص ديال الخبز كوميره تنفقوا على ناس سد الناس. الواحد كياخذ طريف من ديك الكوميره في النهار هذه، في النهار في الصباح قال ما الغد ديال النهار الاخر، يعني النهار كامل تاخذوا كوميره واحده 6 ديال الناس. فوالا تنسروا كل واحد فين قال جاي يسري فاش عايشين. تحفر على بطاطا تديرها في جيبك، ولا شافك العسات يضربك الفدية قالت لك جنافو تبليسيتي جنافو ما فيهاش. هادشي حيت بغيتي تاخذ البطاطا ما تاكل، هادشي على ود البطاطا. هذا على بطاطا صافي، لا بطاطا. نقول لك الحقيقة ابن عمي، وكنت نجبد فيها عيني عينيتي تغرغوني. هذا هو التجربة. جريت ما بغاش نفوت هذاك وصافي. علاش؟ يعني ما كانش عندك جاي لا جايين باقي عندك اتساع، جاي كما كونس شي كلمات من كل قليل البشر. شو تجي واحد المغربي ولا هي ويتلاقى بالزريطة استغربت. تفكر ذاك النهار ولا قوتي ولا قوة الا بالله. شكرا بزاف على الاستضافه. انا سميتني احمد عبادي، متقاعد من وزاره الشؤون الخارجيه. نعم. كان عندي الشرف خدمت هنا في بوردو في القنصليه العامه ديال المملكه المغربيه بوردو. نعم. مع السيد القنصل العام فلات محمد، فضل الله محمد فلات. كانت عندي المصلحه الاجتماعيه. ومن بعد ما خرجت من التقاعد حاولت، كان عندي صديق ديالي سميتو رحو، عنده كيعمل في جمعيه سونس. هاد سونس هي سميتها سوليداريتي شونج سود نور. اوكي. كيخدم مع المغرب. في اطار العمل ديالي القنصلي كنعمل مع الجمعيات، منهم الحو والجمعيات اخرى. ولكن ما بعد خرجت التقاعد ديالي دائما الفكره ديال هاد القدماء المحاربين دائما عند الذكر ديالي، لان الاب ديالي والاخ ديالي كانوا حتى هما من القدماء المحاربين، ولكن ما عمرهم ما جاو هما لفرنسا هذاك الشيء. نعم. بالنسبه للحياه اليوميه ديال المحاربين، المعاناه اللي عندهم كثيره بزاف، لان انت كتعيشهم. انا كنعيشهم كنشوفوا. انا بالنسبه لي الجلسه معهم هي افضل. نعم. باش تعرفهم يعرفوك وتجلس معهم دير معهم كاس داباي، كل واحد كيحكي لك حكايه وكيتسنى فوقاش نجي. نعم. فوقاش نجي كنجي عندهم 3 المرات في الاسبوع، ولكن مساكن كيتسناو فوقاش. علاش؟ لان هما كل واحد جالس في البيت ديالو بوحدو. كاين اللي ما عندوش حتى جهاز ديال التلفزه، ما عندوش. نعم. يعني تصور واحد الشخص عنده 93 عام 92 عام بوحدو في البيت وكيشوف السقف ولا كيشوف نهار كامل واتصال الى كذا. لما جيتيش الساعه كيبقاو مساكين جالسين. واش كيديروا؟ اسمح لي قطعتك، يعني كاين كنشوفوا العمر ديالهم وكنشوفوا كاينين بيناتهم اللي هما صعيب حتى باش يتمشاو. يعني كيفاش كيقدروا يوجدوا بوحدهم ماكلتهم؟ كيفاش كيقدروا يدوشوا بوحدهم، يبدلوا بوحدهم؟ يعني هذا مشكل كبير. لان علاش كيعانيوا منه بزاف؟ لان انا عندي واحد التجربه مع السيد صامت التهامي الله يرحمه، مسكين توفى في فاتح اكتوبر ديال العام 2024. نعم. تصور انسان بوحده. نعم. وكخصني نجي ندي انا للطبيب ونعسو، عارف راسو غادي يموت. لان علاش؟ خص شكون يوكلوه، شكون يصايب له، شكون هذا مشكل كبير. هذه المعاناه اللي كيعانيوها. المعاناه الكبيره اللي عندهم بزاف هي ديك العزله الوحدانيه. كيفاش هو جالس الراجل دائما دوز واحد المده عنده ولادو عنده كل شيء، ولكن هو كيتسنى واحد المبلغ مالي ديال تعويضات كيعطوها غير للناس المسنين باش يقدر يجمع منها، ياكل منها شويه ويجمع لنا ويدي الاولاد في المغرب. هذا عندهم مشكل كبير. في نظرك شنو هما المطالب اللي يقدروا يكونوا المطالب اللي عندهم؟ كان عندهم بزاف المطالب. اولا المطلب الاول اكثريه هي لان حدوا لهم حتى المده اللي غادي يدوزوا في المغرب. ما كياخذوا تعويضات ديال المسنين وكل شيء. عنده الحق يجلس غير 3 شهور في المغرب، يقسمها على عام، يجلس 6 شهور هنا و3 شهور في المغرب. اللي كانت قبل 6 شهور هنا وخرج 6 شهور في المغرب.
هذا على الاغلب هذا كيقدر، كاين اللي كيكون فيهم منظم كيمشي شهرين، كيجي شهرين، كيمشي شهرين، على الاغلب هذا كتكون كتساوي شويه. كاين اللي باش يجلس 9 شهور يمشي في ديك 3 شهور يقسمها على هذا، ما عندهمش، قليله عندهم بزاف، كتجي صعيبه، كتجيهم مشكل صعيب بزاف. بما يخص بان مثلا بين المساعدات هنا، المساعدات بالنسبه لشي حد اللي يجي مثلا يطيب ليهم ولا يصيب ليهم ولا هذا، خص كاين قانون فرنسي، لان ما يمكنش انت تجي غير بحال هكا تجي يصيفطوا لك، خص ندوز من المصلحه الاجتماعيه. المصلحه الاجتماعيه يقدر يتصلوا بالعمده باش يتعطى لوتوريزاسيون شي مرة غتجي. فيما يخص الاكل راه ما يمكنش يجيبوا لي اكل غير بحال هكا زعما بدون ثمن ولا والو، راه كاين نسبه مئويه اللي غادي خص يخلصها. يعني هما حتى هذيك النسبه راه كيحسبوها، كيحسبوا لان خص يكون الاقل ما ممكن باش يجمع لولادو، لا اكثر ما غادي، يعني فابور ما كاينش فابور.